بما ان كترت الاسئله عن ان ليه باتمان ما بيقتلش، وفي ناس شايفه ان الفكره غبيه لان باتمان مش بيقتل. لما بحثت في الموضوع لقيت ان من ساعه الكوميكس الكلاسيكيه لما الكتاب قرروا يخلوا باتمان مش بيقتل، كل ده كان عشان يخلوه مناسب اكتر للاطفال، عشان الاهالي ما كانوش حابين فكره القتل في الكرتون، مش عاجبهم وشايفين انه عنيف، وعشان كده بعدها حطوا قاعده ان اي بطل المفروض ما يقتلش، ولو الشرير هيموت فلازم يموت نتيجه افعاله الشريره. فده كان موضوع لكل بطل في دي سي ساعتها، مش باتمان بس هل تم التركيز على النقطة دي في قصة قبل كده؟ يعني هل باتمان فسر قاعدته دي؟ أول قصة كانت مركزة على النقطة دي كانت ديث ان ذا فاميلي، لما باتمان كان في صراع مع نفسه، هل المفروض يقتل الجوكر ولا لأ؟ وبيقرر في الآخر إنه بيقتله، بس الجوكر بيختفي في انفجار والقصة بتنتهي. طبعا في قصص كتير تانية باتمان أظهر فيها قد إيه هو متمسك بالقاعدة دي، زي كيلينج ذا جوك و ذا دارك نايت ريتيرنز. أو ممكن نكون شايفين إن باتمان المفروض ما يقتلش عشان باتمان نسخة باتسي القديمة اللي إحنا بنحبها من صغرنا مش بيقتل. بس ده حيرني شوية وخلاني اقول ان ممكن يكون فعلا مفيش اصل للقاعده دي، ممكن يكون قرار الكتاب الاصليين لباتمان انه ما يقتلش هو السبب، والموضوع بقى جزء من شخصيته. لان لو الكتاب دول ما ادوش سبب ليه هو مش بيقتل، ففعلا ممكن يكون مفيش سبب. ممكن يكون الموضوع منطقي شويه، ان ولد ذكي اتدرب كويس وعاش شويه احداث وتعرض لصدمات، فقرر يعذب نفسه جسديا ونفسيا عشان مفيش اي ولد يحس بالالم اللي هو بيحس بيه كل يوم. ممكن يكون الموضوع منطقي في حيث ان الولد ده هو باتمان عمره ما قرر يقتل حد من المجرمين اللي هو بيحاربهم، لان ممكن يكون عندهم عيلة واطفال، فهو بيقول في دماغه هو مين عشان يقرر ان هو هيحسس الاطفال دول بالالم اللي هو حاسس بيه من وهو صغير. لو باتمان قتل الشر هو هيتحول للشر ذاته، لو باتمان انهى حياة حد هيبقى هو الراجل اللي انهى حياة اهله، لو باتمان قتل اعدائه مش هيبقى فيه قصص تتحكي زي مستر فريز بيجمد الناس اقتله، تو فيس مش عارف يقرر ياكل ايه على الفطار فاقتله. لو باتمان بيقتل هيبقى انسان شرير لاقصى درجة، ودي من ضمن الحاجات المميزة في قصة باتمان، كونه انسان زيه زيك. هو بيجيله سؤال واحد بس، هو مين عشان يقرر ينهي حياة حد بسهولة؟ وطبعا كنا هنتحرم من قصص كتير زي اندر ذا ريد هود، باتمان اركهام جيمز، او كيلينج ذا جوك، او دارك نايت ريتيرنز. لو باتمان بيقتل ليه واحد زي جيم جوردن هيساعده؟ حط نفسك مكان جيم جوردن، انت مجرد ضابط في المدينة وبتساعد شخص بيقتل الناس، ايه اللي ممكن يمنعه ان هو ممكن في يوم من الايام يقتلك انت نفسك؟ ده اللي بيخلي باتسي محبوب من ناس كتير قوي، انه انسان زيه زيهم وبيجيله نفس الازمات النفسية والاسئلة اللي بتخطر في باله كل يوم، وبيحاسب نفسه اشد حساب. في فيلم باتمان فيرسس سوبرمان، وخصوصا في مشهد سيف مارثا، المشهد ده كان هيبقى ممتاز لو باتمان كان فعلا مش بيقتل. لو تخيلنا ان باتمان في الفيلم ده مش بيقتل وسوبرمان هو اول شخص قرر يقتله، وده رجوعا للجملة اللي قالها له لما ضرب في وشه الكريبتونايت وقال له That's fear. You're not brave. Men are brave. لأن هو كان شايف إن سوبرمان أصلا مش راجل، بين قوسين مش إنسان، هو إيليان، هو كائن فضائي. الجملة دي في الفيلم كان هدفها استعراض قوة، بس لو تخيلنا إن باتمان في الفيلم ده ما كانش بيقتل زي ما أنا قلت، فالجملة دي الهدف منها إن باتمان يقنع نفسه إنه برضه مش هيكسر القاعدة بتاعته، لأنه شايف كلارك مجرد فضائي مش إنسان. فهو في المشهد هيعمل حاجة عمره ما عملها قبل كده، وهو القتل، لحد ما يسمع سوبرمان بيقول سيف مارثا. ساعتها بيتجنن لما بيسمع اسم أمه، فبيفتكر موت أبوه وأمه وبيفتكر اللي دمر حياته. فساعتها لويس بتخش وبتقول له إن دي اسم أمه، وساعتها باتمان بيدرك إنه هيقتل راجل عنده أم، هيقتل ولد أمه اسمها مارثا. ساعتها بروس بيدرك إنه لو قتل كلارك هيقتل اللي اتبقى جواه من الولد اللي عنده 8 سنين اللي أمه برضه كان اسمها مارثا، فعلشان كده بيرمي الرمح بعيد. لو باتمان
برضه في الفيلم ما كانش بيقتل، لكن للأسف باتمان قتل في الفيلم ده حوالي 15 واحد. موضوع ان باتمان راجل كبير بيسيب علامة على المجرمين وبيقتل ما خلاش الفيلم أحسن، ده خلاه أسوأ. ودي من أكتر الأسباب اللي خلتنا نهاجم الفيلم بعيدا عن كم الأخطاء التكنيكال اللي كانت موجودة فيه، وهم كانوا معتقدين ان ده هيضيف للحبكة الدرامية. وطبعا في ناس بتقول طبيعي يقتل عشان روبن الجوكر قتله، بس الجوكر قتل روبن في الكوميكس. هل باتمان قتله؟ لا. هل كان عايز يقتله؟ بس هو ما عملش كده عشان هو باتمان، وباتمان مش بيقتل. خلينا نتعمق اكتر في الموضوع ده ونبين جمال وجود ازمة زي دي في قصة باتمان، ان هو زيه زيك بيجيله افكار مجنونة او افكار سايكوباتية، ولكنه بيعرض عنها، لانه في النهاية انسان عنده مبادئ وعنده افكار. لانه لو بينساق ورا كل فكرة بتجيله في دماغه ساعتها هيبقى شرير، لان هم دول الاشرار اللي في الغالب يا اما بيبقى نصف بشري ونصف كائن فضائي، يا اما بيبقى سايكوباث، يا اما بيبقى عنده ازمه ما فبيبقى مش قادر يكنترول كل الافكار اللي بتجيله. لكن الانسان الطبيعي مش بينفذ كل الافكار اللي بتجيله. انت كانسان لو بتنفذ كل الافكار اللي بتجيلك قبل ما تنام انت هتتحول لمجرم، وفي دراسات اثبتت ده. اثباتا على مثال، احنا كشباب لما بنلعب لعبه زي GTA في مثلا وبنقعد نقتل وندبح في الناس ونكسر العربيات ونفجر مدن ومش عارف ايه وكل الكلام ده، انت بتبقى عارف ان في النهايه دي لعبه، ودول مجرد شخصيات في لعبه، دول مش ناس حقيقيين. لان في الواقع الموضوع مختلف. انت لو بتنفذ كل الافكار دي على الواقع ببساطه شديده هتتحول لمجرم. ولكن في الحقيقه انا مش بقلل من شخصيه باتمان اللي عند تيم بروتون ولا نولان، محدش فيهم صحيح فهم شخصيه باتمان اللي احنا كنا عايزينه، ولكن في النهايه لان هم في الاساس ما كانوش مهتمين بشخصيه باتمان وتاريخها في الكوميك بوكس، وهم كانوا معترفين بده، واحنا كنا متصالحين مع ده جدا. احنا كنا عارفين ان احنا داخلين نشوف عمل فني بعيدا عن باتسي الكلاسيك اللي احنا اوريدي نعرفه، احنا كنا داخلين نشوف جانب اخر من باتسي. طيب سؤال كمان، ليه بالذات شخصية زي شخصية باتمان هي اللي تتحمل مليار الاحتمالات؟ ده الكارت اللي دايما موجود في عوالم دي سي، وهو فكرة الأكوان الموازية، إن هم ممكن يعملوا لك سلسلة متكاملة بأحداث غريبة ويقولوا لك عادي مفيش مشكلة، ده كان كون موازي، ده مش الكون الرئيسي اللي احنا معتمدين عليه. قصص باتمان بالنسبة لي هي أعظم رواية لتحويل الألم والمهانة لحالة إيجابية. دي قصة ممكن كلنا نحس ونتعلق بيها، لأن خلينا صادقين، العالم ممكن فعلا يكون مكان تعيس، محدش فينا أهله اتقتلوا في زقاق، ومحدش فينا وقع في بئر مليان خفافيش، بس كلنا حسينا في يوم من الأيام بحزن أو خوف أو اكتئاب أو كراهية، وهنفضل نحس بكده لأننا بشر، ودي في طبيعيتنا. بس الأسلوب اللي بنتعامل بيه مع الأحاسيس دي هو اللي بيحدد شخصيتنا. باتمان اختار إنه يحول كل مشاعره السلبية لرمز عشان يدي الناس أمل إن باتمان هينقذنا من الألم. بس الأهم من كده هو الأمل إن إحنا ممكن نبقى زي باتمان. بروس وين فيه عيوب وأحيانا بيبقى مزعج وعنيد وتوكسيك، بس هو مازال إنسان كويس، هو مازال شخص ممكن يلهمنا إن إحنا نبقى زيه. كلنا ممكن نبذل أكتر مجهود عندنا عشان نبقى زي باتمان، بس مستحيل تبقى زي سوبرمان. مفيش إنسان بيطير، بس كلنا نقدر نتمسك بمبادئنا، نقدر نحول الألم والحزن اللي جوانا لحاجة كويسة، يبقى هو الدافع إننا على الأقل نحاول نطور من نفسنا، بلاش يا سيدي تطور من العالم. هو ببساطة بيحاول يوقف كل عملية لكل شرير. مهمته مهمة مستحيلة، ممكن يكون فعلا المفروض يقتل أشرار مجانين زي الجوكر، بس اللي بيخليه شخصية مذهلة واللي من وجهة نظري بيخليه بطل ان هو عنده القاعدة اللي بتمنعه انه يتخطى الخط ده. عشان كده انا بحب باتمان. هنا يمكن انا قدرت افهم ان باتمان مش بنسبة 100% موجه للاطفال، باتمان موجه لعامة سكان الارض. عشان كده زي ما بقولك اي انسان في مجاله يقدر يكون باتمان، بس مش هتقدر تكون زي سبايدر مان ولا زي اكوامان ولا زي الناس دي كلها، لان دول ابطال خارقين. ولكن باتمان مش بطل خارق. باتمان كان في الأصل أنتي هيرو، ولكنه هو اللي خد قراره عشان يحول نفسه من أنتي هيرو لهيرو بجد. ليه؟ لأنه إنسان طبيعي بيطور من أفكاره، ممكن يخطئ ويعتذر ويرتكب ذنوب ويجلد نفسه ويلوم ذاته، وفي النهاية يطور من كل أفكاره. ولكن حد ممكن يسألني دلوقتي سؤال لذيذ جدا، وانت ايش عرفك
إن هو هيرو؟ ليه ما يكونش فعلا أنتي هيرو وباتمان بيعمل كل الفيلم ده لأجل أغراض شخصية؟ ده سؤال ذكي، وفي الحقيقة ده ممكن يكون سؤال الحلقة الجاية. وبس كده. كلما وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة